السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على المودة والخير نلتقي وإياكم، وسؤال فقهي. سؤالنا لهذا اليوم: ما حكم نقطة الدم في البيضة؟ الجواب: عند مشهور الفقهاء الدم الذي يكون في البيضة طاهر، ولكن لا يجوز أكله، ويجب إخراج هذا الدم من البيضة ولو بفصل البياض عن الصفار. أما إذا اختلط الدم مع مكونات البيضة الأخرى واستهلك فيها بشكل لا يمكن تمييزه فيجوز أكله ولا يوجد فيه إشكال. والحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وآله الطيبين الطاهرين.